بتابع خلال الثلاث او 4 ايام اللي فاتوا هجمه الحقيقه يعني قد تكون منظمه ممنهجه. عدد من الزملاء الصحفيين في عدد من الصحف المستقله وبعضهم يظهر على بعض الفضائيات المصريه الخاصه يتحدثون عن السيد عمرو موسى امين عام جامعه الدول العربيه السابق، وينهشون فيه بطريقه الحقيقه ادت الى الاستغراب وطريقه تؤدي الى اننا نحط علامات استفهام. ليه في التوقيت ده تحديدا؟ احد الزملاء الصحفيين بصحيفه الوطن اول امس كان له مقال الحقيقه يعني يناقض تماما ما كان يقول عن عمرو موسى او السيد عمرو موسى وحفظ الالقاب في الايام الماضيه، عندما انهت لجنه ال50 التي كان يترأسها السيد عمرو موسى عملها واخرجت لنا هذا الدستور الذي اشاد به الجميع والذي صوت عليه اكثر من 21 او 20 مليون و600 من المواطنين خرجوا بنسبه عاليه جدا للتصويت على هذا الدستور، وكانت اغلبيه التصويت بنعم باكتساح. الان عمرو موسى يعني يشهد يعني هجمه الحقيقه غير مبرره. السيد عمرو موسى كما علمنا من المواقع الالكترونيه ومن التصريحات التي نراها على المواقع الالكترونيه والصحف انه الان يترأس الهيئه الاستشاريه لحمله المشير عبد الفتاح السيسي، وكلنا نعلم مدى تأييده له، وهذا منذ ثوره ال30 من يونيو، يعني من قبل حتى ما يعلن المشير. ولكن هذه الهجمه جاءت بعد ان اعلن السيد عمرو موسى او سربت اخبارا انه اتفق مع المشير السيسي ان هو يعني يتخلصوا من كل الناس اللي اسمائها ممكن تكون محاطه بتورط في اعمال فساد من المنتمين للانظمه السابقه، وعلى عقب ذلك قامت هذه الهجمه. اذا هناك تصفيه حسابات، هناك خوف من ما يريد عمرو موسى ان كان ذلك صحيحا ان يفعله داخل حمله المشير السيسي. انا عايز اقول لكل الناس دي اللي كتبوا، انا ممكن اجيب لكم اللي انتوا قلتوه عن عمرو موسى من اسبوعين 3 واللي انتوا قلتوه دلوقتي عن السيد عمرو موسى، هتلاقوا نفسكم بتكذبوا على الناس، هتلاقوا نفسكم كما لو كنتم حد بيحرككم، كما لو كنتم حد يعني ورا هذا الموضوع. ويعني بسألكم لماذا هذه الهجمة الشرسة؟ ولأجل ماذا؟ والمين؟ والحساب مين وراها؟ لمصلحة مصر الكلام ده؟ لمصلحة مصر ان احنا نبدأ نكسر في حملة المشير السيسي؟ ده الحقيقة تكسير في حملة المشير السيسي، مش تكسير في السيد عمرو موسى، لان الراجل رئيس الهيئة الاستشارية. يعني افيقوا ويرحمكم الله، يعني حتى لنقوم بإذاعة كل ما كنتم تقولونه عن الرجل، عن السيد عمرو موسى حتى اسبوعين فاتوا وما تقولونه الان. بلاش تحرجوا نفسكم، بلاش الهجمه الغير مبرره دي، لان الحقيقه يعني دي بيتحط عليها علامات استفهام قد تكون مموله مثلا، قد تكون لاهداف معينه تخدم لصالح شخص معين. بلاش تحطوا نفسكم تحت الميكروسكوب عشان ريحتكم بقت وحشه قوي 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 قوي. ويا ريت المنابر اللي بتفتح باب لهذا الكلام هي كمان تاخد بالها، لان هي كمان ريحتها تبقى اوحش يعني.